لو انت بتتابع السياسة فعدى علينا امبارح ذكرى مهمة جدا. زي امبارح 23 ديسمبر سنة 1881 تم دعوة أول مجلس نيابي في مصر للانعقاد في عهد الخديوي توفيق. تم افتتاح الجلسة في هذا المجلس الذي سمي بمجلس النيابي المصري في 26 من ديسمبر. يعني كانت الدعوة يوم 23 وافتتح يوم 26 من نفس العام سنة 1881. كانت بمطلب الحكومة بتقديم مشروعات للقوانين الأساسية وإصدار الأمر العالي في يوم 7 فبراير من نفس العام. هذا القانون جعل الوزارات مسؤولة أمام المجالس النيابية المنتخبة من الشعب الذي كانت له أيضا السلطة التشريعية وحق السؤال للتنفيذيين أو الوزراء واستجوابهم. وأصبحت مدة مجلس النيابة المصري 5 سنوات حتى المجلس الحالي، يعني من يوم انعقد في يوم 1881 كانت مدته 5 سنوات وأصبحت حتى الآن الدورة 5 سنوات. وكان دور الانعقاد أثناء هذا المجلس النيابي 3 أشهر، ولم يكن هذا المجلس هو أول أنواع الممارسة النيابية في مصر، ولكن سبق ذلك انشئ عدة مجالس ولكن لم تؤدي الوظيفة التشريعية الموكلة لها إلى البرلمانات المتعارف عليها حاليا، وإنما اقتصرت سياساته على تقديم استشارات للحكومة فقط دون المساءلة. أول مجلس من مجالس الاستشارية كان المجلس العالي الذي أسسه محمد علي في عام 1824، ثم تبعه ب5 أعوام مجلس المشورة. وفي عهد الخديوي إسماعيل اقتصر البرلمان الذي أسسه عام 1866 على حقية الانتخاب للعمد البلدان والمشايخ في المديريات وجمعية الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط. أما رئيس المجلس فكان الخديوي يقوم بتعيينه بنفسه، وتجاهل هذا البرلمان التصويت والانتخاب الشعبي للأعضاء. وفي عام 1883 يعني الاحتلال البريطاني في وقتها لغى القانون الأساسي الذي كان يسمح للمجلس بمساءلة أعضاء الحكومة، وتم الاعتماد قانون النظام الذي تضمن تكوين البرلمان المصري من مجلسين، وهم مجلس شورى القوانين، وكانت تقتصر وظيفته على مطالبة الحكومة بتقديم مشروعات قوانين. مع ذلك فلم يكن من حق اقتراح قوانين. والجمعية العمومية التي كانت تتكون من 46 عضو فقط، وكانت لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم إلا بعد إقرارها. وفي عام 1913 انشئت الجمعية التشريعية التي كانت وظيفتها تتخلص في وجوب أخذ الرأي قبل إصدار أي قوانين مع عدم تقييد بأخذ بهذا الرأي. وقد عقدت الجمعية العامة التشريعية دور انعقاد واحد فقط، ولم تعقد أي اجتماعات بعد ذلك التوقيت للنيابية في مصر بسبب الحروب العالمية الأولى. في عهد الخديوي توفيق تم افتتاح جلسات هذا المجلس الذي سمي بمجلس النيابي المصري في 26 من شهر ديسمبر لعام 1881 للمطالبات الحكومة بتقديم مشروعات قوانين الأساسية، وصدر الأمر العالي بها في يوم 7 فبراير من نفس ذات العام. وهذا القوانين جعل الوزراء مسؤولون أمام المجلس النيابي المنتخب من الشعب الذي كانت له أيضا السلطة التشريعية وحق السؤال للوزير واستجابتهم. وأصبحت مدة مجلس النواب 5 سنوات ودون انعقاد لمدة 3 أشهر. ده
مجلس النواب المصري. يعني كده يعتبر أول مجلس نواب فعلي كان هو مجلس النيابي المصري، اللي تم دعوته زي امبارح 23 ديسمبر من عام 1881.